السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من اسطنبول. شهر رمضان مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. متجهين الآن إلى منطقة تقسيم ونشاهد هذا الترماي الجميل اللي صار له أكثر من 100 سنة. نشاهد دول شباب شلون معلقين. ومتجهين اليوم إلى الإفطار في مطعم المدينة، مطعم بوراك الشهير صاحب الأكلات الشعبية. الأكل اليوم أو الإفطار مو مشاوي، الأكل اليوم غير شكل، أكلة مشهورة في تركيا وبلاد الشام والعراق. بردة بلاو، أظن هذه التسمية هي تركية. هي عبارة عن عجينة محشية التمن أو الرز كما يسمونه، محشية لحم، محشية بهارات، محشية مكسرات، شيء جدا رائع ولذيذ. نلاحظ التقسيم مالتها يكون على الصينية ويفصل اللحم عن العظم ويحطه على جنب، يوزع اللحم بطريقة جدا متناسقة ويوزعها على الصينية بشكل كامل. بعدها يضيف هذا الخبز اللي كان تحت المشاوي، أيضا يضيف لها الكرفس ويضيف لها الفلفل الحار مع الطماطم المشوية اللي ما نستغني عنها. نلاحظ طريقة التقديم بهاي الطريقة وبالصحة على الجميع، وشهر رمضان مبارك علينا وعليكم. بعدها جاب لنا صحن من الفواكه بالطريقة التقليدية اللي صايرة عندهم الآن. هذه الفواكه جدا طيبة، صح ما في موسمها بعض الفواكه لكن هي جدا رائعة، العنب، البرتقال، وأيضا البطيخ. بعدها رحنا إلى مكان آخر وتناولنا الآيس كريم مع القطمير المحشي بالكاكاو والقشطة. أيضا قطع الفراولة موجودة والأكلة كانت جدا لذيذة. وبعدها أيضا رحنا إلى مكان آخر، هذا العصير مع هاي الشيشة أو الأرجيلة، وبالتأكيد مع القهوة اللذيذة التركية مصاحبة إلى بعض المكسرات اللي راح نشوفها الآن، اللوز ومع البندق والغازو، شيء جدا جميل ورائع بالتقديم. أيضا رحنا إلى مكان آخر ونشاهد الصينية اللي جابوا لنا إياها. الصينية عبارة عن جوز الهند مع الأناناس مع الكيوي مع الكراميل مع الكاكاو مع الكعك مع المانجو الجدا طيب ورائع. أيضا أنا رحت وطلبت غير الطلب. نشاهد هذا المارشميلو كيف يتم حرقه، هو عبارة عن سكر مجمع، يعني وجبة دسمة جدا مضافة على الكعك. هذا الكعك اسمه بروني، جدا لذيذ وطيب دسم بشكل غير متوقع. بالعافية علينا وبالصحة والراحة الجميع. أيضا قدموا لنا آخر شيء قنبلة عن عصير حامض حلو جدا رائع، وطريقة التقديم ماله تقريبا غريبة. طبعا هذا كله في اسطنبول، وشهر رمضان مبارك علينا وعليكم، وفي أمان الله، وتحياتي للجميع.